طبعا مبروك برضو على وجودك في افتتاح المهرجان القومي للمسرح. الله يبارك فيك، ميرسي. مبدئيا كده كلميني عن انت خدتي احسن ممثله صاعده في 2015 في المسرح. ده ساعدك ان انت تدخلي اعمال دراميه وخاصه يعني بكثره، يعني 3 اعمال. فكلميني عن الحته دي. 4 ما شاء الله. طبعا الموضوع ده كان نقله بالنسبه لي. انتيجون عامه كانت نقله بالنسبه لي. انتيجون ادتني خبره، اديت سمعه عند الناس ابتدت بعد كده. خدت جايزه احسن ممثله صاعده بدور انتيجون، فالناس ابتدت تيجي تشوف مين اللي خدت الجايزه، وابتدى يتعرف عن هند من خلال الجايزه دي، من خلال انتيجون. المسرح اهلك ان انت تبقي موجوده في الفيديو؟ طبعا المسرح حاجه مهمه جدا. في ناس كتيره ما بتعترفش بيه، بس انا بالنسبه لي مسرح الاساس. مش لازم عشان انا بشتغل مسرح ابقى اوفر، لا خالص يعني. مع ان في ناس كتير قالت عليا اوفر، ده ما يمنعش ان ده اتقال، بس بصراحه مش لازم ان انا. في ناس كتيره جدا العتاوله كلهم اصلا بيشتغلوا مسرح. هتلاقي اي ممثل تقيل اشتغل مسرح. عندك تايسون مثلا، يعني ده غول مسرح. محمد فراج، الناس دي كلها اشتغلت مسرح. الناس دي بجد ما بقتش كده غير من المسرح. المسرح متعه. الفرق بينه وبين الفيديو، يعني انت خاصه ان انت يعني يعتبر جديده، مش مثلا عملت مثلا 100 عرض مسرحي لا، هو انتيجون بس. وانتيجون كان 130 ليله عرض وخدت بيه الجايزه. وبالنسبه لي يعني المسرح ده زي ما بقول لك، المسرح هو الاساس. المسرح بالنسبه لي متعه. العرض انت بتستمتع بيه وانت بتعرض. طبعا انت بتحب الشغل وبتحب التمثيل وبتحب المهنه وكل حاجه، بس لما بتبقى شغال مسرح انت بتشوط عرض، ما بتقفش، وبتاخد كل حاجه اون سبوت. يعني السوكسيهات بتيجي مش عارفه ايه يعني، فليه كده شعور مختلف بصراحه. كان صعب؟ الفيديو اصعب ولا الفيديو اصعب؟ التمثيل في الاستعداد للدور الشخصيه؟ لا يعني ما فيش اصعب من المسرح.